والاستعداد مشاهدينا الاعزاء بمشاركه يعني ومعظمهم هذول اللاعبين المشاركين جابوا رقم التاهيل اللي هو حق اولمبياد باريس دقيقه فاصل 45 كلهم مسجلينه، ولذلك لكن الدوري المصري له حلاوته وله منافسته وله طريقته الخاصه. ينطلق السباق كابتن واحد لنرى تكتيك جمال في هذا السباق. رأيناه في جولة باريس، يعني أخذ وضعية جيدة، كان يعني في الترتيب الثالث ثم انطلق في 100 متر الأخيرة واستطاع أن يتألق ويتفوق. لنرى التكتيك في أول 400 متر. جمال هيتواجد في منتصف ما بين اللاعبين الجزائري جمال صدقاتي، برونزية عالم عام 2022، برونزية دوري ماسي في العام الماضي لجمال صدقاتي. شوف ابو طالب، اذا جات اللفه الاولى تحت ال 50 ثانيه تمام راح يكون هناك في سباق عنيف وقوي، على اعتبار ان سجادي الان هو متصدر احسن زمن سجلها هذا العام، دقيقه فاصل 41 56 في الملتقى اللي قبل. رغم الملتقى باسم اموس من بوتسوانا دقيقه 41.89. الان راح نشوف اللفه الاولى كم يجون فيها تحت ال 50 49.14. نقول عنه سباق سريع، ولذلك راح نشوف يعني صراحه الربط او اللي جر السباق صراحه اللي هو الفرنسي عمل مجهود طيب صراحه. ولذلك هل جمال سجاد الان يعمل نفس الخطه، يجي من الخارج ويفوز يقترب منها؟ الان هو بالفعل كان في الرابع، الان في الثالث، دخل على الثاني ودخل على ماركو أروب الكندي. نعم الان الاول الثاني عالميا، لاعب قوي جدا، وجمال صدقاتي الان يلاحق ماركو أروب الكندي. نعم شوف الان هو دائما جمال سداد ياتي من الخارج بالضبط، وهذه ميزه طيبه بالنسبه للاعب الان 800 متر، ولذلك حتى يتحاشى من المشاكل من التزاحم من الى اخره. رائع بنفس السيناريو رائع بطل كبير نجم كبير. جمال صدقاتي الجزائري ينطلق ويا سلام عليك، يدخل منفردا ومغردا وينظر الى الجميع من البرج العالي ويفوز للمره الثالثه. يؤكد انه الافضل، يؤكد انه الاقوى، يؤكد انه استعداد رائع لدور باريس الاولمبيه القادمه. هذا اللاعب المتالق الجزائري كما فعل في ستوكهولم، كما فعل في باريس، هو اليوم ايضا يفعل